النهارده بالصدفه وانا معديه من ستاربكس اتفاجئت ان الاولياتو نزل. لو عايزين تعرفوا كل نوع طعمه عامل ازاي تعالوا نجرب سوا مع بعض. ده زيت الزيتون اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكارتانا. هنا بيتباع على اساس لو حد حابب يجربه في البيت او حد حابب يعمل الاولياتو في البيت. هم عارضينه للبيع عادي بس هم مش حاطين لسه عليه سعر لان هو لسه نازل النهارده. احنا ممكن نجرب اي نوع زيت زيتون يعني. هو شكل البتاع كيوت قوي. هجرب الاولياتو لاتيه النهارده سعره $7. خلينا نجرب القصه دي. هم هنا بيحطوا المفروض الاسبريسو وبيحطوا عليه الاوت ميلك وبعدين بيحطوا بامب من الاوليف اويل. اللحظه الحاسمه اللي هندوق فيها الاولياتو. I'm so excited. ريحته زيت زيتون قوي يعني ريحه القهوه راحت. $7 دول هيروحوا على الارض. هو مشروب حاجة تانية مش قهوة. الفكرة ان انت بتشرب حاجة بديلة للقهوة وصحية وتديك انرجي وتديك طاقة وفي نفس الوقت تفوقك الصبح وعليها زيت زيتون. فهو اللحظة الأولى أول ما شربته كنت حاسة طعم زيت الزيتون قوي فيه. دلوقتي شوية اتعودت على طعمه. حاسة ان نفسي موعت شوية مش قادرة أكمله. هو شويه بيموع النفس شويه يعني ما تقدرش تاخد كوبايه كبيره يعني. نصيحه لاي حد هيجربه ان هو ياخد كوبايه صغيره. المفروض ان انا جربت اول حاجه اللي هو الاولياتو لاتيه اللي هو صورته رقم 2 ده. والنهارده هجرب اللي هو اخر واحد خالص اللي هو الاولياتو ايس تشيكن اسبريسو with oat milk and toffee nuts. This one is ده الشيكن اسبريسو. المفروض اللي انا طلبت امبارح اللي هو الاولياتو لاتيه. يعني هو اول ما بتشربه بيبقى طعم الزيت في بقك جامد جدا وتاني مره تالت مره ماشي حاله. هو طعمه مقبول بس انا ما حبيتهوش. المفروض ان ده اسمه اولياتو ايس تشيكن اسبريسو with oat milk and toffee nut syrup. فانا هجربه دلوقتي معاكم. بسم الله. ده حلو جدا. ده حلو. استطعمت الاسبريسو شويه. ده فيه شوت اسبريسو محترم يعني. طعم زيت الزيتون فيه مش باين قوي. حسيتش بالاحساس الاويلي ده او الزيت في بقي. حبيته بما ان الدنيا بتشتي يعني. ما تقلبوش قوي عشان كل ما هتقلبوه زيت الزيتون هيطلع في بقك. هو اسمه ايس تشيكن بس انت ما تعملوش شيكن يعني ما تقلبوش خالص. هو هنا في ستاربكس في منطقة تانية هو عرض عليا ان هو يجربهم لي كلهم وادوقهم. يعمل لي كوباية صغيرة وادوقهم. اوريدي جربت 2 فاضل التالت. فالنهارده هعرضه على بعض الاصدقاء. الاولياتو جولدن فوم كولد برو ده انا هجربه دلوقتي. طبعا ما بحطش سكر. فخلينا نشوف مع بعض. بسم الله. يعني بالنسبه لي ممكن اديله 6 من 10. طعمه باتري شويه يعني. مدي باتري تيست كده شويه وكانه في حاجه اويلي حاجه بسيطه. في الاولياتو لو نزل في المكان اللي انت فيه انا اي ريكومند الاثنين دول. انت تجرب يا اما الاولياتو جولدن فوم كولد برو يا اما تجرب الايس تشيكن اسبريسو. طعمه كان حلو جدا لان الاسبريسو كان واضح. النوتس بتاعت الروستد نوتس فيه كانت واضحه. الكراميل صوص كان مداري شويه. طعم زيت الزيتون في الاثنين ما كانش واضح خالص. لو انت زيت الزيتون مضايقك ممكن تاخد هاف بامب ما تاخدش البامب كلها على بعضها يعني. لو هناخدهم بالترتيب يبقى الايس تشيكن اسبريسو ده 9 على 10 او 8 على 10. الاولياتو جولدن فوم كولد برو يعني 5 6 على 10. بالنسبه لي الاولياتو لاتيه 1 على 10.
دلوقتي احنا هندوق الاولياتو ايس تشيكن اسبريسو. هي شكلها مش مشجع شكلها صراحة. مش عاطفي. وزيت الزيتون، زيت الزيتون على الوش الزيتون على كده. الوش. وانا هدوق بسم الله ربنا يستر. تقولي رايك بصراحه. والله مش وحشه بجد والله ما حسيتش بطعم زيت الزيتون خالص. انا قلت له يقللوا السنه لانه اللاتيه كان مش حلو بصراحه. لا حلو والله، حلوه مش وحشه. ابتديت احس بزيت الزيتون انا هعمل معاكي بس مش وحشه يعني. لا والله طعمها مش وحش. فيها سيرب او حاجه كراميل حاجه صح؟ كراميل. هو ده اللي مظبط طعمها. ما انا حسيت لا والله كده. حلوه مش وحشه. لا مش حاسه يعني. بس ممكن لو خلصتها للاخر احس بقى بالزيت. ايوه هو ده اللي انا مستنياه. طيب ثانك يو. الافات زيت الزيتون باين. لويالتي الاصدقاء، يعني نجرب الجديد نجربه سوا. دي كانت تجربتي مع الاولياتو في كذا فرع. اتمنى ان يكون التجربه عجبتكم. لو الاولياتو موجود في البلد اللي انتوا فيها اكتبوا لي رايكم وجربتوا انهي نوع. لو لسه الاولياتو هينزل هتحب تجرب انهي نوع فيهم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.